طبعا شكرا انت جيتي شكرا تاني ليك. مره نصور مع بعض. شكرا للعزومه التانية. خلينا ممكن نعمل برضو انترودكشن اوكي. عن نفسك. انا ساره سيف، انا مستشاره اعلاميه تسويقيه وباحثه اكاديميه واستاذه اعلام وتسويق برضو. عملت حاجات كتير قوي في النطاق ده، سواء كان جهات حكوميه، سواء كان في القطاع الخاص، في الاعلانات، حتى في مالتي ناشونالز او كوربريت. بس طول عمري في المجال ده، بقالي تقريبا 10 سنين دراسة ومهنيا وبس. وغير كده بحب اعمل بقى ايفنتس كده، مهتمة قوي بمجال الويلنس عامة والويل بينج وعندي انشيتيف كده اسمها غير موجود بالخدمة، بتدعم الصحة النفسية الافتراضية، ان ازاي نستخدم التليفونات بطريقة تدعم الويل بينج. ودايما بقى بعمل حاجات كده جديدة في الحتت دي يعني. عارف انا فوليو انستجرام وكده، ايوه فحاسس في اكتف شويه المره دي. ايوه شفت المرة اللي فاتت بدأت اظهر تاني. صحيح. حلو ان انت تتحكمي براحتك، انت تبقى عايزه تعملي اكتيفيتيز مره لا. ما هو مش كده بس، هو على حسب يعني. ساعات كتير الواحد بيحس انه بيستخدم السوشيال ميديا، بينزل عليها كتير قوي، بيتعب نفسيا، فده مش المفروض. وساعات كتير قوي بيختفي ريتشارج، فهي بقى بحسها توازن بقى شويه شويه. اول بارت عندنا بيتكلم عن الطفل اللي جواك. اوكي ماشي، فالاسئله اللي جايه بناء على السلوجان ده او التايتل بتاعنا. ماشي. فاول سؤال بيقول لك لو انت قابلتي نفسك وانت عندك 8 سنوات، لو انت قابلتي نفسك وانت عندك 8 سنين هتقولي لها ايه؟ اقول لها انت كنتي وانت عندك 8 سنين بتخافي من حاجات معينه، كنتي واجهتي حاجات معينه وعرفتي تكوب بيها بطرق معينه، شكلتني النهارده، فاشكرك بحلوها ووحشها. لان لو ما كنتيش انت كنت كده، ما كنتش انا هاخد مسار تطور لنفسي بالشكل ده، فممكن ابقى حاجه تانية خالص. فاشكرها واشكرها واشكرها كتير. ايه اكتر حاجه نفسك كنت تتعلميها زمان محدش علمها لك؟ اني اقول لا، بجد. لا اني اقول انت لا. تاكسبت بعض. انا اظن وانا بكبر كنت بخاف اقول لا، لحد ما من كام سنه يعني بخاف اقول لا، بخاف ازعل حد، بخاف ارسم حدود لنفسي تحميني. كنت باوندريز عامه، حاجه ما اتعلمتهاش وانا بكبر، وحاجه تعبتني قوي 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 وانا بكبر. فاظن ان دي الحاجه الوحيده اللي لو كان في ايدي اتعلمها وانا صغيره، كنت احب ابقى شجاعه كفايه اني اتعلم اقول لا، عشان ما بيني وبين نفسي اعرف ان انا استاهل حاجه معينه، او ما اعملش حاجه معينه عشان افضل نفسي عن ان انا احاول ارضي الناس. فدي حاجه اتعلمتها the very 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 hard way يعني. حلو، عندك هدوء شويه وسلام نفسي شويه مؤخرا. صح. مش كده خالص. تعبت قوي على ما وصلت للمرحله دي، بس يعني اهو مشوار. هل في موقف في طفولتك وانت صغيره لسه مأثر عليك دلوقتي، او لسه فاكراه عامل لك كده نويزي شويه؟ فكتير. بص، اكتر مواقف افتكرها من طفولتي كان المواقف اللي انا دايما عمري افتكر مواقف لوحدي، دايما افتكر مواقف مع عيلتي، والدي، والدتي، اخواتي. الصوره اللي انا فاكراها عن طفولتي معظم الوقت هي صوره ان حواليا دفى ودعم. افتكر لما تقولي طفولتي افتكر نفسي وانا على مسرح المدرسه وبدور على مامتي وبابايا في الجمهور ولا دايما الاقيهم. افتكر اني كنت عندي اخت توأم، بعمل معاها كل حاجه، وكنتش عمري حسيت اني لوحدي. فالوحده والدعم، يعني الوحده، عدم الوحده والدعم كانوا اكتر حاجتين لما تقولي طفولتي افتكرهم. وتالت حاجه ودي اللي تطغى على كل ده، بس عشان كان فيها عدم وحده ودعم رهيب، اللعب. احنا كبرت في بيت بيلعب قوي. بيلعب. كان بابايا دايما يقول حد قال له شبعوهم لعب واحنا صغيرين. حلو قوي. ومن ساعتها بقى فعلا ربنا كده ان احنا نلعب ننبسط. يعني الحياه فيها تجمع عائلي، فيها دفى، فيها دعم، وجود لكل الاسره، ولعب كتير. يعني بتقولي طفولتي افتكر نفسي وانا بلعب مع اخواتي وانا بلعب مع اهلي. ده موجود دلوقتي او في جزء منه ولا في حياتي؟ زي ما هو فعلا. ايه ده، ما شاء الله، عاش. الحمد لله الحمد لله. بشكل تاني كبرت خلاص، كبرت 20 سنه فوق في طفولتي، بس لا، في قيم. دايما اقول القيم بتبدا، البني ادم بيتكون من بيته. اوكي. او من طفولته، اللي موجود في طفولتك بيعيش معاك وانت بتكبر. المحظوظ او اللي ربنا بس كرمه على الواحد انه يديمها بنفس الشكل، فالحمد لله الى يومنا هذا دي. محافظه انت على الحته دي؟ على قد ما اقدر يعني، طبعا بأثر كتير بس بحاول، لان فعلا الواحد لما بيبص للحياه كده لا تسوى شيء من غير حاجتين: الصحه والناس اللي فارقين بجد بجد، اللي هم عاده بيبقوا الاهل، الصحاب قوي، اللي هو تقدر تقول عليهم اخواتك، اللي هو عيلتك برضو.
بس ما تبص كده الحياه بحسها سراب، شويه فلوس، شويه شغل، شويه حاجات شكلها حلو حلو من بره، انما الحلو من جوه اهم حاجه والله. اوكي، بس احنا خلصنا اول بارت كده. ماشي خش على التاني. البارت التاني بيتكلم على الصوت اللي جوه دماغك، يعني أوكي. لحد ما اوفر سينك الى حد ما يعني. اوكي المرحله اللي وراها. اه ايوه. بتكلمي نفسك ازاي يعني؟ قاسي على نفسك ولا هنا شويه لما بتحصل حاجه بتلومي نفسك جامد واللي انا عملته بقى يجي ننام بالليل بقى بنحس بتأنيب، فاهمة ولا أوي. لا خلاص انا هبتدي احسن من نفسي، او لا انا اصلح الحته دي، او انا هعرف اعالج النقطه دي وخلاص بقى زي ما تيجي، ولا ممكن في الاول تقسو شويه بعد كده تعملي بالانس زي ما كده؟ بص انا الى يومنا هذا مش عارفه اقول لك النهارده انا ايه، لان انا عشت عمري كله ممكن لحد السنه اللي فاتت او اللي قبليها مثلا كنت قاسيه جدا على نفسي، قاسيه اسوأ لا توصف. يعني انا نفسي ما كنتش مدركه ان انا قاسيه على نفسي قوي كده. عمري ما كان عندي حاجه تتعمل 90% هي 100 او ابقى فشلت. عمري ما كان عندي احساس بان انا مثلا ممكن اغلط، ممكن اقع، ممكن كنتش ابدا متخيله من نفسي ان انا ممكن اقع، ممكن حاجه تقع مني، حاجه بسيطه، ان انا ابقى اي حاجه less than perfect. فكنت قاسيه على نفسي العمر كله. يمكن عشان كده قطعت مشوار طويل قوي في المشوار المهني. الناس بتشوفني حاجه نجحت قوي، انا الى يومنا هذا مش حاسه ان انا نجحت قوي، لان شايفه ان عشان اوصل لكل ده انا كنت قاسيه على نفسي قوي، فخسرت قصادها حاجه اكبر، خسرت قصادها نفس دمرتها. بس لو وزنتي بين الاثنين، كنت لسه هقول لك، يعني دلوقتي لما باجي ببص ما بقتش قاسيه على نفسي خالص، حتى ما بغلط، حتى ما بلاقي حاجه حتى لما بلاقي حاجه مش في وسعي ولا في طاقتي كنت اعمل فيها حاجه، بقعد اقول انت عملتي عليكي. بقيت العكس تماما. يعني عارف سبحان الله، الواحد لما بيتوجع قوي من حاجه ويقرر انه يتعب فيها عشان يصلحها، بيبقى قرار، هو بيبقى قرار قرار يعني انا اكون قادره برضه، ما بتجيش من يوم وليله. بصراحه الدنيا يعني على قد حجم ان انت بتبقى قاسي، على قد الحجم ان انت بتكون متسامح ومتصالح. فلا دلوقتي بقى بالعكس، بقيت احاول اكلم نفسي اللي هو طب ايه يعني بقيت عارف زي ما بيقولوا بطلت اخد نفسي بجديه، اللي هو ولا حاجه هتحصل بجد، كله بيعدي، ماشي حالك، اصل كله بيعدي، فاهم؟ كله بيعدي. فدلوقتي لا، حاسه انا بقيت كائن اخر، يعني دايما بقول لهم بقيت بني ادم اخر تماما. الحمد لله. طبعا بيجي لي يعني مش بيجي لي ابس اند داونز، بس في اخر اليوم ما اقدرش اقول لك ان انا قاسيه على نفسي زي زمان، والصوت اللي جوايا بدا يبقى كيوريوس اكتر، باش بيجلد. بس هو الجيل بتاعنا او الثمانينات لغايه او منتصف التسعينات كده اهتماماته قلت، ما بقتش زي زمان الحاجات اللي هي الترفيهيه شويه واللعب اكتر والكلام ده بقى فيه، صح. لا اما اختلفت لا اما هو ما بقاش مهتم بالحاجه دي اصلا. هو الاثنين. انا اظن يعني ان احنا جيلنا غلبان جدا، احنا جيلنا غلبان جدا. يعني اقول لك حاجه، الصغير هو كبران في حاجه هو شايفها كده عادي، حياته كلها على الايباد، حياته كلها بشكل ما بتطلعش بره الكمبيوتر. احنا جيل اتظلم، لان احنا جيل كبرنا حد مثلا التينيج بتاعنا حد 15 16 سنه، كان حياتنا حقيقيه قوي، بنلعب قوي، بنتجمع مع بعض، نلعب كوتشينه، نلعب ترنيب، ونلعب طاوله وشطرنج، مش بهزر. بس في ميزه ان احنا اتعلمنا قوي. معاك صح. بس عشان بقى الدنيا اتقلبت العكس تماما النهارده، فاحنا جيل تعبان. هو جيل غصب عنه شاف معنى ان انت تبقى حر وحقيقي وعلاقات حقيقيه وانبساط بجد، ايوه، وشاف عكسها. انا كتير ضاعت عليه بالظبط. يعني بيسموها الماس ديبريشن، اللي هو الاكتئاب الجماعي. وده بجد بص على كل الناس، معظم الناس اللي هو هي بالنسبه لها احنا مش فاهمين في ايه، بس احنا مش مبسوطين ولا حاجه كفايه ولا احنا مبسوطين، يعني فاهم؟ في دايما احساس كده. انا بقول الجيل بتاعنا اتظلم في الحته دي، لانه عاش حقيقي قوي، وبعدين عاش حاجه غير اللي عاشها خالص وهو بيكبر. كنت لسه شفت جهاز ميناتيل بتاع، عارف فاكر ميناتيل اللي هو كنا بندخل فيه الكارت عشان نكلم اهلنا لو في حاجه واحنا خارجين. والله شفت، قعدت بصيت له قلت سبحان الله، كله كان بيخاف اصلا يجرب الموضوع ده، يعني الكارت حد بيجرب. ايوه الكارت يتسحب ولا يسحب فلوس كتير، فنفكر في الجنيه ونص اللي هيتسحب. بعد كده قعدت اقول سبحان الله، كانت حياتنا عاديه جدا. ويوم المكالمه كانت فيها السمري بالظبط اللي انا هقوله عشان انجز في الدقيقه، ما كناش غرقانين في الشاشه. قلت سبحان الله ان لما حياتنا كانت حقيقيه قوي كان هذا الشيء للاضطرار. النهارده بقى العكس، هو بقت الحياه اللي انا اقعد اكلمك كده، ده اللي هو انا محتاجه اقعد مع حد بجد، بالعكس. طيب ايه اكتر فكره بتحاربك كل يوم؟ اكتر فكره بتحاربك كل يوم، اكيد لما تيجي مثلا تنام ولا حاجه
في زي في بروجكت في طبعاً. دماغك، سواء كنت بدأتيه او ما بدأتوش، او انت يعني بتفكري اصلا تعمليه، ايوه. او دايما بتحسي ان انت مقصره فيه، بص حاجه ما كملتش، عارفه؟ لا مليون في المية. وعايزة اقول لك في فترات جات لي ما كنتش بعرف انام فعلا بسبب افكار كده، او بصحى لو بفتح عيني كده الفكرة دي بتيجي دماغي قبل ما بشوف نظرة للأوضة اللي حواليا. بس دلوقتي اظن او مقتنعة ان هي مراحل، كل مرحلة في حاجة بتبقى طاغية. اظن المرحلة اللي انا فيها دي هي كل يوم بسأل نفسي ما بصحى حتى قبل ما بنام، اللي هو ايه ممكن يبقى احسن، مش حاجه معينه اقدر اعملها او ما اعملهاش او اعملها احسن، بقول ايه في حياتي ممكن يبقى احسن. لان بدات ادرك ان الحياه مش عباره عن حاجه واحده وبقيه الحياه بتتراكم حواليها. بقيت حاسه ان هي زي ما قلت لك اخر مره هي تناغم حاجات كتير في الحياه، فدايما ببص على الصوره كامله، اقول التناغم ده والبالانس ده ازاي يبقى احسن في المرحله اللي انا فيها. في مرحله ببقى مضطره احترم مثلا ان انا مثلا عندي مذاكره كتير، خلاص ما ينفعش اقعد اجلد ذاتي ان ما بشتغلش كتير. مرحله بحس ان انا محتاجه اقضي وقت مثلا مع في ازمه معينه مع حد من صحابي، ولا في حاجه معينه العيله محتاجاني فيها، خلاص ده وقتها. فبقيت بصلها زمن 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 زمن، ما بقتش اصحى كل يوم مثلا ايه ده. يا في ناس مثلا الحياه كلها ايه ده، مثلا انا خسرت فلوس، انا ما عملتش فلوس، انا ما نجحتش، انا ما عليتش، انا مش عارف ايه. الشغل بالنسبه لي حاجه كبيره، انا كنت كده سنين. كل فتره اولوياتها. بس اقول لك بقيت باخدها فتره بفتره. وما بقتش عارف بقى، ما بقتش عندي احساس بان انا عايزه اكتب كل حاجه. انا زمان الكالندر عندي كان 3 اسابيع من النهارده انا عارفه ساعه بساعه اعمل ايه، ساعه بساعه. حتى لما بعرف فري تايم ببقى كاتبه ان ده فري تايم عشان لما اخد ميتنج او اتفق مع حد اشوفه بحطها في الحته دي. فالنهارده ما بقتش كده، ما بقتش قادره يعني اتس نايس ان تو بلان الاوفرول، بس ان انا اقعد بقى لا بقتش قادره، ستريس رهيب كتير. اصل الحياه اصلا فيها باوندريز كتير قوي، فاهم؟ فاللي هو بتزود على كمان نفسك. ازودهم لا خلاص بعد عايزه اتحرر من كل حاجه. بس السؤال اللي بعده ممكن يكون مرتبط بالسؤال اللي فات ده. ايه؟ لو عندك زرار يمسح فكره واحده في دماغك، اوكي. هتمسحي ايه؟ البرسيم افكار كان مثلا. كتير كتير افكار كتير قوي الحقيقه. انا عايز انام، سيبوني. لا يعني لو عندي زور يمحي فكره واحده probably هيمحي فكره. بص انا في مرحله في حياتي حالا يعني as we speak، مرحله يأس ومرحله مش يأس، مرحله disappointment كبيره قوي من حياتي كتير قوي. يعني عندي حاله احباط، عندي حاله احباط نفسي اطلع منها، يعني بحاول وهحاول اكتر، بس عندي حاله احباط رهيبه. احباط ولا اعاده تفكير في بعض الحاجات؟ ايه؟ ولا اعاده تفكير في بعض الحاجات؟ ما هو احباط عشان كده يعني تفكير ده بجد. عندي حاله احباط، بس حاله احباط عامه على العالم اللي احنا فيه. يعني زمان كان الواحد يحبط مثلا يقول لك ايه ده المجال اللي درسته طلع مش زي ما انا فاكر، ده كان اكبر المشاكل. النهارده بقيت قاعده ببص في العالم واللي بيحصل فيه، وبعدين انا كمان عملت شفت حاجات كتير قوي كبيره قوي في العالم، في النطاق المهني او مثلا شخصيات كبيره قوي وحاجات كتير قوي بتكون باصص ان ايه ده، ايه الحلاوه دي، واو كده تبص تقول ايه ده، الصوره اللي انا شايفها على التلفزيون وعلى الموبايل عشان تتعمل هي بتتعمل. ما انا كنت بقى بيهايند ذا سينز في حاجات كتير قوي، شغل او عادي في علاقاتي العاديه، نتفرج. اقول ايه الوحشه دي، هو ده، اقول يعني الحاجه اللي بتطلع شكلها حلو قوي دي وحشتها كبيره قوي مره كده. فحالا الكام شهر اللي انا بعدي فيهم عندي مش حاله يأس، بس حاله اللي هو طب يعني في حاجات يعني قبيحه، زي ما عالم قبيح حاجات كتير. سواء كل واحد مثلا هيقول لك مثلا في حاجات معينه في العالم، سواء مش عارف بقيت ببص اللي هو بالشكل العام عندي حاله كده احباط. لو قلت طب خلاص يعني انا هغير فكره الاحباط ده، طب انا وصلت لمرحله احبطت ليه؟ ما هو الاحباط بيبقى دايما من اكسبكتيشن معين تحطه لنفسك. انا كان عندي احساس ان انا عايزه اغير العالم، انا عايزه ابقى اصغر وزيره في مصر، عايزه اغير، عايزه ابقى اصغر في العالم كذا، اصغر مش عارفه ايه، انا عايزه اعمل الفرق الكبير قوي ده. بس ممكن تعمل الفرق ده على حاجه، على سمول دلوقتي ما انا بقول لك عشان كان ده عشان ده كان ده المين اوبجيكتيف بتاع حياتي، او ده اللي انا عايزه اعمله. فكنت بحارب في الاتجاه ده، فما لقيت ان الصوره دي الحياه دي مش انا اللي عايزه يعني تبقى دي مشواري. بقيت بقول طيب ساره، انت في اخر اليوم تقدري تعملي فرق حوالين اسرتك، حوالين ولو كل واحد فكر كده هتبقى جماعي. فبقيت بقى عندي شيفت للتفكير بطريقه تانية. بس لو فكره واحده احب كنت اشيلها من حياتي خالص، هي فكره ان انا اقدر اغير العالم كله جامد قوي كده. واللي اتبنت عليه ان انا شفت حاجات ما كنتش عايزه اشوفها خالص. اوكي.
الكونسيبت التالت بتاعنا اوكي قبل ما ننام بتفكري في ايه قبل ما تنام؟ بص انت هتضحك عليا والله العظيم ان انا طفل الى يومنا هذا اخر حاجه بفكر فيها قبل ما انام هي حاجه واحده، بقول الحمد لله على صحتي وعيلتي ويا رب بكره اصحى بيهم. الله. واول ما بصحى دي اول فكره بتيجي في دماغي، صحتي وعيلتي ويا رب ابقى صاحيه الاقيهم. عارف في افكار كده بتبقى اوبسيسيف وبقول الحمد لله، يعني عارف الحمد لله ان موجودين ان شاء الله اصحى الاقيهم. عندي افكار اوبسيسيف ودايما بتكون مربوطه بالمخاوف. لما بتكون خايف قوي وتخسر حاجه او خايف قوي على حاجه بتبقى غصب عنك الحاجه اللي دايما في مخك شغلاك. اخر حاجه بقول عارف واحد كده وهو بينام دايما بتحس بجسمك كان تعبان قد ايه اليوم كله، تحس ظهري كان واجعني مش عارفه ايه، بس في الاخر او بقول الحمد لله عندي سرير ارجع انام فيه. بعدين الحمد لله انا بصحتي، عيلتي كويسين، الناس اللي بحبها عامه بشكل عام في حياتي كويسين. ننام بقى ان شاء الله نصحى نلاقي كله ايه باراده ربنا زي ما هو. فعلا دي فكره قبل ما انام اول ما اصحى هم دول، لان انا بالنسبه لي انا عديت حاجات كتير قوي وحشه قوي في حياتي نفسيا اكتر من اي بس حاجه. النوم دي اصلا برضه لما الواحد يفصل انا كده بقول لك انا بالنسبه لي النوم ده هو الحمد لله اني نمت. لا انا بني ادم لو نمت اقل من 7 ساعات بصحى بحس ان جسمي كله مكسر اليوم كله. ما عملتش حاجه ده بجد. فمش عارفه الناس اللي بتشرب قهوه تقول لك انا نمت 3 ساعات دي عايشه ازاي، ربنا معاها لان اكيد الجهاز العصبي ميت بشكل تاني. بس لا بقول لك هي فكره النوم بتخليني افكر في حاجات كتير قوي. الحمد لله ان انا تعبت واليوم خلص، الحمد لله انا بصحتي، الحمد لله ان مهما حصل في الدنيا عندي بس ناس بحبها حواليا. اي حاجه تانية في الدنيا بعد كده نشوف هيحصل فيا، وما بصحى بفكر في نفس الحاجه كله تمام الحمد لله نقوم بقى بس. السؤال بقى ده صعب بقى شويه يعني. ايه اخر مره نمتي مرتاحه نفسيا؟ ولا صعب دلوقتي؟ اخر مره نمت مرتاحه نفسيا عمري ما فكرت في السؤال ده. مثلا بروجكت معين مثلا او حاصل كان ورا دماغك فانت عامل لك دوشه فقلتي لا انا لا خلصت. ما اظنش خالص بجد، مش عارفه بجد مش عارفه، ما عنديش رد لان مش عارفه. هو حاجه حزينه مش لاقي رد، بس حاجه هركز فيها بجد مش عارفه. اصل ما اظنش ان انجاز الشغل بقى بالنسبه لي مثلا شغل او دراسه او بقى بالنسبه لي حاجه اللي هو ايه الحمد لله انجزت احلى انجاز في الدنيا. والله بقى عندي انجازات ساعات والله بتبقى احلى من كده بكتير، مش عارفه فعلا ما اعرفش يعني. هركز كده هبعت لك على الواتساب لما اصحى يوم الاقي نفسي الاجابه جت لي. نكتب لك كده فعلا طريقه والله انت عارف انا ساعات كتير لما بنام انا مؤمنه قوي ان الاحلام بتبقى السب كونشس بيكلمك كتير، وده بجد باي سايكولوجي يعني. في ناس متخصصه في الحته دي. ساعات لما ببقى صاحيه ان انا عارفه ان انا هنسى الحلم بصحى اكتبه تلحقي نفسك. عايزه افتكره لان 99% من احلامي انا اتليست ليها دعوه، بكتشف لما تجي ليها دعوه بحاجه مخوفاني ومقلقاني. ساعات كتير ما باخدش بالي ان انا في حاجه مخوفاني، بعد كام شهر ابص كده اقول انا حلمت بكذا فعلا كانت مخوفاني. فالحاجات دي انا بكتبها، انا من النوع اللي بيكتب كتير قوي جدا. على فكره الكتابه دي مهمه جدا الى يومنا هذا. انا انت عارف لما بكتب مثلا مره كنت بمضي جنب حد بمضي ورقه وهو جنبي يعني طرف اول طرف تاني، هو بص على امضتي قال لي بقول لك ايه امضي؟ قلت له هي دي امضتي. قال لي انت كاتبه اسمك يعني كانك نسخ. قال لي النسخه عايز الامضه تحتيها. قلت له لا حضرتك دي امضتي. فقال لي ايه ده طب اكتبي لي اسمك كده. كتبت له نفس الطريقه. قال لي انا ما شفتش حد في زماننا ده خطه لسه واضح. قلت له انا ما سبتوش عمري ده بجد. انا مستحيل انا عمري ما اخش ميتنج اكتب على اللابتوب راندوم ايدياز كله. انا عندي 3-4 نوت بوكس طول العمر في شنطتي، واحده بكتب فيها مثلا برفلكت على حياتي، واحد فيها للشغل، واحده للدراسه، واحده بقى لو بتعلم لغه جديده ومش عارفه ايه. كل حاجه فيها نوت بوكس. وعندي البنسل كيس بتاعتي المقلمه مقدسها بالوانها باقلامها والله. بس هو في اخر اليوم برتاح. تعرف حتى لما بذاكر بطبع واقعد اعلم بقرا بقعد اكتب جنب، ما عنديش حتى قرايه اللابتوب. فانا من النوع اللي بيكتب قوي. بمناسبه الاحلام بقى، هل في حلم متكرر مثلا بتحلميه دايما على طول؟ لا ولا مفيش؟ عمر ما احلامي اتكررت. كلها مختلفه ممكن تبقى بتتمحور حوالين حاجه في العقل الباطن معينه ممكن، بس وتبقى كل فتره كل مرحله، بس حاجه واحده لا. طب الاحلام دي انت بتحكيها لحد مع نفسك كده بتكتبيها دوكيومنتد؟ عمري ما بكتبها. انا مش مؤمنه ان الاحلام لو حاجه حلوه ممكن احكي، اللي هو شفت مثلا حد كان وحشنا، شفت حد مبسوط ممكن، بس لو حاجه قلقاني شغلاني مش احلى حلم عمري ما بصحى احكي. اوكي.
اللحظه اللي كسرتك ده اسم السلوجان. كسرتني. ايه اكتر لحظه حسيتي انك وقعتي فيها؟ مثلا في الكليه، مثلا هقول بروجكت لك معين هقول لك ما نجحتيش فيه. بص، انا ما اظنش ان انا يعني انا ممكن حياتي لحد ما اتخرجت 21 سنه كانت بنمط معين. حياتي من 21 لحد مثلا قرب السنه دي برضه كانت بنمط تاني. يعني هو انا دايما بقول حياتي مرحلتين، 21 مثلا كده وكده 26. او ممكن حتى في المدرسه اقسمهم، يعني في مثلا مرحله التينيج كان حصل حاجه غيرتني، بعد كده بقينا مثلا سن ال 21. سن 21 انكسرت فيه قوي قوي، لان كنت قعدت مثلا 15 سنه من عمري حاجات كتير بتكسرني، فجت عند كسره كبيره وقعت خالص. انت اتخرجتي صح؟ كنت اتخرجت بعد ما اتخرجت بكام شهر، وقعت اذا اكتئبت في السرير، ما بقومش يعني، اللي هو ما بقومش فعلا. قعدت لي اسابيع مش قادره اقوم، مش اللي هو مكسله، مش قادره اقوم، وكل حاجه باظت جنبها يعني، فاهم؟ هو صحه وقعت، دراسه وقعت، شغل وقع، كل حاجه عملتي ايه وقتها بقى ساعتها؟ اكتئبت في السرير قوي. كنت بفتح نتفليكس وباكل اليوم كله، فاكر بس قوي. بس ده كان يوم اصحى انام، هو نفس النمط، تليفوني ما بتردش عليه. قمتي بعديها بعديها بشهور فتره طويله؟ يعني لا كنت مكتئبة خالص يعني. بس ايه اللي كنت محتاجاه ساعتها وما لقيتوش؟ ما لقيتوش. ما هو ده لسبب صح. اه هو الرد على السؤال ده هو ايه اللي انا ما لقيتوش الفترة كلها. فحصل موقف وقعني خالص، لان هي بيبقى نفس النيد او نفس الاحتياج، انت محتاجه على طول وكل مرة ما بتلاقيهوش، وبتتصرف تصرفات برضه ما بتلاقيهاش، فبيجي لحظة كده خلاص جسمك بيرد، فاهم؟ فانا مؤمنة بكده. كنت محتاجة احس ان انا مقبولة زي ما انا زي ما انا بحلوي بوحشي بمشاكلي بحلاوتي بوحشتي بكل حاجه. انا ما بيني وبين نفسي عمري ما كبرت حاسه ان انا كفايه، دايما لازم ابقى بيرفكت. فكان احساس ما بيني وبين نفسي اكتر، كومبيتيشن ده ما بيني وبين نفسي، مش كومبيتيشن مع الناس. انا بيني وبين نفسي لازم ابقى في احسن صوره، شكلا موضوعا شغلا ناجحه كله. فكنت دايما حاسه ان انا حتى في اختيارات حياتي كلها انا دايما باخد القرارات اللي هحس بيها ان انا مقبوله اكتر، اوكي اشطر، احلى، انجح، مش عارفه ايه. ففي لحظه كده وانا 21 سنه حصل لي مشكله يعني معينه في حياتي خالص، لان كانت اخر موقف كان كبير قوي عليا ان حد يحسسني انك مش مقبوله زي ما انت. خلاص احنا كده خلصنا الفور بارز بتوعنا. يلا دي بقى مجموعه اسئله فرايتيز كده او راندوم. كاستريا. يلا عايزه تجاوبي على سؤال براحتك، مش عايزه تجاوبي عادي برضه. ماشي زي ما انت يلا عايزه. يلا. السؤال الاول بيقول لك ايه اكتر شعور لسه جواكي ومش قادره تتكلمي عنه؟ اسئله وجوديه قوي، مش عارفه. اظن احساس اللخبطه، لانك مش فاهمه عشان تشرحه. يعني اظن بالنسبه لي في حاجات كتير ملخبطاني، ولحد النهارده مش عارفه اوصف شعور اللخبطه ده ايه اصلا. انا هو احساس ملخبط، فانا مش عارفه احكي عنه من كتر ما هو ملخبط، ولا احسه من كتر ما هو ملخبط فمش فاهماه. اوكي. لخبطه. هل في موقف لحد دلوقتي بتفكري ليه حصل لي كده؟ عارفه لا 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 لا، ما عنديش حاجه النهارده مخلياني ابص اقول ليه كده. هو لان بعد كل موقف بشويه بفهم ربنا عمل كده ليه. فما بقى زمان كان عندي ليه انا ليه مش عارفه ايه كده. دلوقتي اما كل مره بقع في حاجه بقول ربنا ليه حكمته، هفهمها بعدين، مش مهم دلوقتي. فلا ما اظنش ان في حاجه. لا. امتى حسيتي انك محتاجه حد يسمعك بجد بقى؟ لما وقعتي بقى في بعد الكليه؟ بس ساعتها كنت هكمل لك برضه، انا ما كنتش بعرف اعبر يعني، بتضايق قوي وما بعبرش، فبرضه ما كنتش حاسه ان انا هعرف حد يفهمني من كتر ما انا بعرفش اتكلم. انا اتعلمت اشرح اللي جوايا وابقى صادقه مع نفسي حتى قبل ما ابقى صادقه مع حد مؤخرا. اوكي. اظن اكتر فترات كنت حاسه فيها ان عايزه حد يسمعني بجد كانت في لحظات غضب، لما ببقى غضبانه قوي وبطلع اللي جوايا بغضب، كنت ببقى عايزه حد يسمع، مش حتى اللي انا بقوله، عايزه حد يسمع انا جايه منين. عارف زي ما بيقول لك شم على ظهر ايدك. ايوه فهو كان ساعات في كده. بتعرفي تحتضني وجعك ولا بتتجاهليه؟ بص انا عمري كله بتجاهل وجعي وبيتراكم، عشان كده لما بقع وقعتي بتكون وحشه قوي. ما بقتش اعمل كده من كتر ما اتوجعت، من كتر التراكم. اتعلمت ولسه بتعلم ان لا، الوجع يحتوى وافهمه واحترمه. اوكي. احترمه
احترم وجوده، لان هو مهما غضبت ومهما ما بصيتلوش وتجاهلته هو موجود. فمش هتحترمه، هيبقى ليه طريقه تانية يخليك تحترمه بيها. فلما بدات ابص لحاجات كده بقت مرحله تانية من حياتي ان انا بتعلم احترم وجعي، لانه مش هيروح، اللي وجعني وجعني، بس بتعلم ازاي احترم وجوده. حلو ده. فده بقى مشوار لوحده طويل. كل حلقه بتطلعي طويل، ايوه. رهيب. أنا خده في البرومو، عارف هتلاقي حاجات كتير المره دي خدها في البرومو. ايوه بالظبط، اقعد اسمع كله، وهي دي اللي أيوة، نورت. البرومو هنا، ايوه. يعني المره اللي فاتت كان عجباني قوي الجمله بتاعت ورك لايف هارموني. انت ورثتها مع المزيكا. كذا حد علق، قلت له دي نظره مخرج. لا يعني نظره مخرج مع مزيكا صراحه، بالظبط. ناس حقيقي كتير مستنيه تسمع حاجات فعلا والله ممكن تكون مش فارقه مع بعض الناس، بس في ناس بتسمع في حاجات معينه بتسمعها. عارف الناس عايزه ايه؟ عشان كده الناس كلها فجاه بقت تعمل بودكاست. الناس عايزه تسمع حاجه حقيقيه، حقيقيه تسمعهم اللي هم مش قادرين يكلموا عن نفسهم. عارف اكتر بودكاست ناجح ايه في الوطن العربي؟ انس بوخش. انس بوخش عمرك سالت نفسك ليه؟ ديب انسايد. مش ديب انسايد، هو حقيقي، هو حقيقي. الناس كلها فاقده احساس ان حاجه حقيقيه، ان تشوف حد انت شايفه، لانه بدا في الاول خالص كان بيجيب سيلبرتيز بس، فانت كان كل الناس عايزه تبقى زيهم، بس لما كانوا بيتكلموا على هم مين بجد، ايه ده؟ طب ما ناس فمش حاسوا بيهم، بس they relate to themselves، فحد هم شايفينه انا عايزه ابقى زيه ما لقوش ده موجود. الحقيقه، الحاجه الحقيقيه دايما الناس عايزاها. يعني هو نور جواهم او ورى للناس جانب مختلف عن كل الناس اللي بيوروا لهم. بالظبط، وريليفنت ليهم. يعني ما ممكن يبقى حد بيعدي بنفس شكل الوجع بشكل او باخر، فحسسك انك مش لوحدك. بتسامحي نفسك بسهوله؟ لا فعلا سامح الدنيا كلها. بس دي من الحاجات اللي بحاول اتعلمها بقالي فتره، ان انا بسامح كل حد الا نفسي. ببقى قاسيه جدا زي ما كنت قلت لك، انا فعلا ببقى قاسيه قوي على نفسي. فده جزء من ان انا بتعلم ازاي احترم احساسي. محدش بيكبرنا، مش بتكلم على الاهل، بتكلم كمجتمع. عمره ما بيعلمك تحترم احساسك، هو دايما بيعلمك تحترم شخص قدامك. صح. احترم الكبير، حضرتك لازم بليز ثانك يو. انما عمر ما حد في المدارس مثلا علمونا appreciate how you feel. عادي انك تتضايق، عادي انك تعيط، عادي انك تحس. فما اظنش ان انا لوحدي اللي بعدي في الحته دي، وما بقيت بتكلم مع ناس كتير very real conversations، ما اظنش حد قال حاجه مختلفه عني، لان هو as a whole مش عارفه، يا ريتهم بيعلمونا في زي الماث والساينس ايموشنال بس انتليجنس، ايموشنال او سوشيال، يعني اي حاجه بعيد عن الماث والساينس والدراسات اللي بننساها. انا مش بهزر، فاهم؟ فالحاجات الحقيقيه اللي احنا محتاجينها ما اظنش ان المجتمع بيعلمها لنا. كلنا بدانا نتعلمها في very hard way، وما كبرنا بقى في awareness في الزمن اللي احنا فيه ده على جزء سايكولوجي، ان ايه ده، ممكن اتكلم مع حد في حاجه بتجاستيفاي انا حاسس كده ليه، ومخ الانسان بيفكر ازاي وبيتصرف ازاي. فكويس ان يبقى في اويرنس، ده مليون خطوه لقدام. ايوه بس احنا كده خلاص خلصنا. شكرا. انا سعيد تاني مره. شكرا، انا اسعد. شكرا لتاني مره. شكرا لتاني مره فعلا من سنه. كل مره فعلا بتبقى حلقه جميله جدا فيها كلام مختلف، وانا ببسط جدا. ميرسي، انا كمان اسعد. شكرا للعزومه الحلوه، الكونفرسيشن الحلوه دي. دايما بتقبلي ان انت تيجي تصوري. ايوه، لا ما دام حاجه حقيقيه انا احب، زي ما بقول لك، احب الحقيقي. ما احبش انا ايه اقعد بقى ميكروفون قد كده ونقف كده في بودكاست زي عارف اللي هو لا انا احب كده ايه على الهادي وحقيقي، على الهادي على الهادي مع زمايلي. بقول لك بص، اي حاجه حقيقيه في العالم انا احبها. انا دايما اقول العالم فقد حلاوته، لان دايما بوصفها بالرانوي. بقول احنا كمجتمع وبالذات في مصر بقينا على سوشيال رانوي، اللي هو انت عارف الموضه، الازياء الموضه اللي هو المودلز ماشيه كده اللي هو بصوا عليا. بقيت حاسه ان احنا عايشين في سوشيال رانوي. العالم كله في مصر يعني معظم الناس، يعني المجتمع بقى ماشي على سوشيال رانوي، كله بيكمبيت بصور على السوشيال ميديا، ومثلا شنط وجزم وسفر ومش عارفه ايه. انما الحقيقي اللي كلنا في الاخر محتاجينه مش موجود. وعلى فكره صح. بص على كل حاجه حد بيعملها on this social runway اللي انا مسميها سوشيال رانوي، يعني بفكر اعمل نظريه كده عليها، اكتب عليها بحث. السوشيال رانوي هتلاقي ان اللي يحتاج واحد ريل كونكشن. العالم محتاج ريل كونكشن، بس مع الاسف بوجود سوشيال ميديا
بقى مربوط بلايكس وانجيجمنت وبوبيلاريتي، صح وشنط وجزم وصفه تتحط صنع رهيب بالظبط. بس هو الفاليو اللي كلنا عايزينها فاليديشن، ان احنا نتقبل، ان احنا نتسمع. ما هو ليه بنحط صور؟ عشان نتقبل ونتسمع ونتحب زي ما احنا. يتقرب مننا بالظبط. عدد. فعشان كده بقول لك لما الاقي حاجه حقيقيه كونفرسيشن حقيقيه تمام. عارف انا كتير قوي بتعزم على بودكاست بحس بقى باضاءه كده وقاعدين بقى بنتكلم كاننا اسياد العالم، عمري ما بروح لان ببقى حاسه وببقى عارفه الهوست very artificial trying to be something they're not عشان شويه لايكات نو. بس الحقيقي يكسب اي يوم في اي زمن. فشكرا انت حقيقي، شكرا ان الحياه معاك على الهادي. ميرسي ليك قوي. ثانك يو فيري ماتش. احنا دلوقتي خلصنا الحلقه بتاعتنا مع استاذه ساره سيف. نورتيني يا استاذه ساره. شكرا ان انت دايما بتقبلي الدعوه ان انت تيجي تصوري. ثانك يو. ايه رايك في الكونسبت والحلقه والاسئله والمود نفسه؟ لا المود لذيذ ومكان ألذ لان هو مساعد على المود يعني. فانا دايما بحب كده الحاجه ما بين الطبيعه وشجر وحاجه طبيعيه رايقه هاديه كده، احلى حاجه اظن ان كلنا محتاجينها. لو ممكن تكتبي حاجه على الحلقه ممكن تكتبي ايه؟ اكتب على الحلقه ريفيو على الحلقه مثلا، او رايك في الحلقه والاسئله او الكونسيبت اللي طلعت بيه من الاخر من المود نفسه عامل ازاي. هقرا لك اول ما اخلص. انا بحب اكتب رسائل قوي، ولما حد بيطلب مني حاجه زي كده بكتب رساله، فدي ليك وللبرنامج. حلو جدا. الى كل من يسعى الى ان يبقى حقيقي وهادي في عالم يجري وراء الحياه المزيفه والسريعه، شكرا لبقاء جزء من الدنيا حقيقي وذو قيمه واكبر قيمه. وذو قيمه واكبر قيمه. سارة سيف. شكرا. يوم لحب هو ريفيو جميل جدا. انا كاتبها خلي بالك. خط حلو طبعا. انا عارف كاتبها كتاب بكره بخصات طبعا كتاباتي. شكرا ليكي. ميرسي احمد. ميرسي قوي. شكرا ليك. ميرسي.